شفنا التقرير يعني، واديكم شفتم بعينيكم اهوت يعني. احنا صورنا مع بعض اهالينا المتواضعين في محافظه الشرقيه، يعني منهم اللي بكى ومنهم اللي يعني حزنا على الوضع اللي حصل في مدينه ومركز بشتول دلوقتي يعني. والحقيقه يعني الامر موجود قدام حضراتكم، يعني انتوا شايفين بعينيكم. فاستاذ وحيد يعني، استاذ محمد هيكل زي ما بيقول ان استاذ ايمن هيكل، عفوا استاذ ايمن هيكل. الاستاذ ايمن هيكل ده يعني شخصيه محترمه جدا، رجل مصلي، صائم مصلي وسجاد يعني من الناس. يعني انا لما تواصلت معاه من خلال تليفونيا، ثم بعد تليفونيا تواصلنا واتس. لما دخلت صفحته حقيقي على الواتس، حقيقي لقيت الراجل متدين، يعني علامات الصلاة ظاهرة بينة جدا في وجهه الكريم يعني. فده اداني انطباع ان ده رجل يعني سجاد. فكرني كده بالامام زين العابدين رضي الله عنه وعن ابيه وعن جده، انه يعني كان سيدنا زين العابدين كان من السجادين، معروف كده من الامام السجاد، يعني كان يطيل السجود. انا لما شفت صورة الاستاذ ايمن هيكل حقيقي يعني، وسمعته الطيبة اللي موجودة في مشتول حقيقي، يعني لقيته راجل سجاد، راجل مصلي قائم مصلي، فيعرف ربنا كويس جدا يعني. فانا نفسيا ارتحت. بس يعني الحوار اللي حصل بينه وبينه كان حوار، هو قال لي كده محتد شوية. لا بالعكس، الراجل تكلمني بكل يعني رحابة صدر، واتكلم معايا بكل ذوق، وقال لي اول ما كلمته كمان يعني على طول تواصل، يعني رد على التليفون. ما اتصلتش مرة واثنين وثلاثة والتليفون، لا مجرد ما اتصلت بيه حقيقة الراجل رد عليا. فالحوار اللي دار بينه وبينه، والله ان احنا في حلقة بنصورها على مشتول، ولقينا في بعض الاراضي الزراعية، فربما الاراضي الزراعية المجرفة، فربما احنا عشان ما نصورش حاجة غلط، ربما حضرتك عندك اي يعني تحب تقول اي تبرير ايه سبب ده، عشان ما نصوروش وترجع حضرتك تقول انت ليه صورته، ده ارض مصرح بها بالبناء، ارض كده يعني. لان انا في اولا واخيرا انا راجل يعني اعلامي او مصور، احنا بس بنعرض الحقيقة مش اكتر يعني. بنقل حدث يعني، فربما مش عاوز انقل حاجه يعني يعني حضرتك تحاسبني عليها او اي حد يحاسبني عليها. فقال لي احنا كان رد معايا كده، قال لي يا استاذ وحيد حضرتك نازل تصور معانا او تصور مشتول، تصور اخطاء وسلبيات، ولا نازل تصور ايجابيات وانجازات؟ تمام. قلت له لا سيادتك، انا نازل اصور بناء عن الشكاوى اللي جات لي من اهالي مشتول. يعني انت بالفعل اصلا ورد عدة مشاكل ايوه يعني؟ ايوه يا فندم، كتير جدا واتصالات كتير جدا، وكلها مسجله عندي باسمائهم بارقام بطايقهم بهم مين يعني. لكن الناس يعني في حاله رعب، في حاله ذهول، مش عاوزين يعني يتكلموا، او مش عاوزين يعني اسمائهم تظهر يعني. حتى في مسؤولين كبار جدا وليهم مركز مميز جدا في مشتول ورجال اعمال، الجميع متفق ان في اراضي زراعيه يتم تجريفها ثم البناء عليها، والجميع متفق. ارجوك كلهم متفقين على كده، مش عاوزين اسمنا يذكر، مش عاوزين مشاكل مع حد، مش عاوزين حد يزعل مننا. الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول وهم مجرفين الاراضي الزراعيه، الناس دي قويه جدا، واحنا عندنا بنات وعندنا اعراض، مش عاوزين حد يقابلهم ويضايقهم. سلطتهم يعني اقوى من ما نعرفش هل هم اصحاب سلطه، هل هم اصحاب عائلات، انا حقيقي ما اعرفش. ايوه بس ما فيش حد يعني فوق الدوله يعني ايا يكن. طبعا ما فيش حد فوق الدوله، لكن حضرتك ما تعرفيش ان الاماكن يعني اللي هي نقول يغلب عليها الطابع الريفي، في بينهم مجاملات، وفي بينهم يعني بيعملوا البعض الخاطر يعني بشكل ودي يعني. بشكل ودي. السيد الرئيس قال ايه؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ايه؟ قال المجامله فساد. انا هنا بقى من خلال الشاشه بتاعتنا ومن خلال البرنامج بتاعنا بقول ان سياده الرئيس قال المجامله فساد. فارجوكم يا جماعه، عشان حضراتكم طلبتم ان انا ما اذكرش اسماءكم، انا مش هذكر اسماء اي حد. كذلك يعني بقول للمسؤولين ارجوك ما تجاملش، خاصه المسؤولين مدينه مشتول، ارجوك ما تجاملش، لان مجاملتك لاي حد هي فساد، حتى وان كان فساد مقنع، لكن هو فساد.
فانا عشان ما اخرجش بره الموضوع، لما كلمت الاستاذ ايمن هيكل قال لي يا استاذ وحيد انا مستحيل يكون في عندي اي اراضي زراعيه مجرفه، ومستحيل وممنوع وخط احمر ان تبنى على الاراضي الزراعيه مباني. يعني انت جايب واضح في الكلام ده منين؟ التقرير. زي ما واضح في التقرير. التقرير حضرتك شفت التقرير بنفسك، اكيد. التقرير عليه مباني ومحلات كتير، أيوة. وقاعات. القاعه دي كمان، قصتها قصه. خليني بس اقول لك اللي قاله لي الاستاذ ايمن ثم نتكلم عن القاعه. القاعه خاصه يعني حد بعت لي على الواتس بيقول لي انت ليه يعني دايما مصور القاعه دي كارثه من كوارث بالظبط. اللي بتردد مرت عليها ناس بمصر كتير. بصراحه. يعني بتردد ناس كتير، مثلا لو في لا يا ريت حفلة، والله، لو في يا ريت. أي فرح او مناسبه، و- ففي ناس كتير اكيد بتشوف والله يا الموضوع ده. فندم يا ريت على كده. بس ده انا هقول لحضرتك اللي هي يعني الحاجه اللي يعني يخجل منها المسؤول. كل مسؤول يخجل ان قاعه زي كده موجوده. بس خليني اقول لك الاستاذ ايمن قال لي ايه. ايمن هيكل اللي هو رئيس مجلس مدينه مشتول قال لي مستحيل يكون في اراضي زراعيه. وبعدين انت سيادتك نازل مستحيل يكون في اراضي زراعيه مجرفه، وسيادتك نازل تصور اخطاء. طب صور انجازات، زور لنا الانجازات يا استاذ وحيد اللي احنا بنعملها. تقول سيادتك انا موجود في مشتول حاليا وبكلم حضرتك من مشتول، قول لي فين الانجازات وانا حالا اصورها واشيد بانجازات حضرتك وبشغل حضرتك. واقسم لك بالله على ذلك انا راجل مصري ويهمني جدا اظهر الانجازات لكل مواطن شريف. اكيد. كويس. قال لي طب يا استاذ وحيد انا لسه بقالي 20 يوم، انا بقالي 20 يوم، انا موظف يعني مستلم الحي بقالي 20 يوم. طب ارد عليه اقول له ايه؟ اضطريت اقول له يا استاذ ايمن حضرتك بقالك 20 يوم زي ما حضرتك بتقول لي، بقالك 20 يوم ماسك رئاسه الحي او مسؤول عن رئاسه مجلس مدينه مشتول. طب ايه الانجازات اللي سيادتك عملتها في 20 يوم عشان اصورها؟ حقيقة الراجل التزم الصمت، ما ردش عليه. كويس؟ طيب سألني تاني يعني طيب يعني حضرتك قول لي ايه اللي صورته ابعته لي. بعت له كل حاجة يا جماعة موجودة عندنا حاليا، كل حاجة موجودة والتقارير بعتها كلها للأستاذ أيمن بحيث ان هو يتأكد اذا كانت الأراضي دي فعلا مجرفة او أراضي ربما انا